سيلفيو برلسكوني في بنغازي هي أرض يعرفها الإيطاليون جيدا، فقبل عقود كانت مرتعا لآخرين من أبناء جلدتهم مثل غراتسياني وبادوليو وغيرهما من جلاوزة الاستعمار. تغيرت الأسماء وتغيرت إيطاليا، زال الحكم الفاشي وصارت دولة ديمقراطية. برلسكوني في بنغازي يعتذر باسمه وباسم شعبه عن الجراح التي سببها استعمار بلاده للشعب الليبي. الاعتذار وهو خطوة نادرة في العلاقات الدولية مرفق باتفاق صداقة، هذا شيء من ملامحه. هي تغطي أن تقوم إيطاليا بمبادرة مهمة تنفق في مدة معينة حوالي 5 مليار دولار لمشاريع في ليبيا، مدارس، منح دراسية، بيوت، معاشات تقاعدية للذين استعملتهم إيطاليا للقتال معها في إريتريا وأثيوبيا والصومال. هذا غير مسبوق. استرجاع القطع الأثرية، الألغام. في المقابل ستحصل إيطاليا على عقود في مجال الطاقة من ليبيا التي تنتج يوميا 1,700,000 برميل من النفط. على أن الاتفاق الآتي بعد 65 عاما على زوال الاستعمار يطرح سؤالا عن السحر الذي أفاض فجأة على ليبيا فحولها في نظر الغرب من دولة داعمة للإرهاب إلى أخرى تستحق الصداقة. عام 2003 ومع قرع الطبول الأمريكية للحرب على العراق كانت ليبيا تراقب وتستخلص العبر. تحملت المسؤولية وإن لم تعترف عن عدد من التفجيرات، تخلت عن برنامج سري لأسلحة الدمار الشامل. عادت شيئا فشيئا لتكسب ثقة الغرب، وكان لإيطاليا دور في ذلك. طرابلس اليوم تستعد لاستقبال كوندوليزا رايس. قبل 6 أعوام كان ذلك ليبدو ضربا من الخيال، لكن في السياسة لا مكان للأوهام. ثمة واقعية ومال تملك ليبيا منه الكثير، فقد تعهدت بدفع 2,700,000,000 دولار لضحايا طائرة لوكربي وعددهم 270 شخصا، أي أكثر من نصف ما تعهدت به إيطاليا للتعويض عن 32 عاما من الاستعمار الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد مئات الآلاف، وما زال كثيرون مجهولي المصير. إيطاليا اعتذرت، وتلك واقعة ستنظر إليها بإكبار ومرارة. ربما دولة مثل الجزائر تطالب فرنسا عبثا باعتذار مماثل. تغير العالم في 5 سنوات، وطوت ليبيا صفحة استعمار غابر، بينما دخلت دول عربية تحت الاحتلال على يد نفر ممن يقفون اليوم على أبواب بنغازي وطرابلس.